هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حلا اللي معرفنيش. وفيديو النهارده هو زي فضفضه كده اكتر، فبيقولوا لي في اخر الفيديو حسيتوا الفيديو ده قريب منكم ولا لا. وهي جايه اكلمكم عن حاجه بتضايق شويه بصراحه. وعارفين انتوا اللحظه اللي مثلا تبقوا خارجين في وسط ناس وبتحكوا مشكلتكم وفجاه كل يسكت كده وبقى هما اللي بيحكوا مشكلتهم. يعني بدل ما انت اللي كنت بتشتكي بقيت انت اللي بتسمعي وبتطبطبي وتقولي معلش ومحدش يهتم لزعلك. فلو ده اتكرر معاكي كذا مره فانت عندك مشكله ولازم تكوني واعيه ليها. ومش انك طيبه، انك متاحه زياده عن اللزوم اللي قدامك. وهقولك يعني ايه. النهارده انا مش جايه اقولك بقى معلش بقى وكده، لا احنا جايين نفك العقده دي مع بعض ونواجه حقيقه احنا بنهرب منها، وهي احنا ليه بنفضل ساعات غيرنا على نفسنا، وليه بنطلع احنا برضو خسرانين في الاخر. بصي، في خيط رفيع جدا بين انك تبقي جدع مع غيرك وانك تبقي عكاز لغيرك. في ناس في حياتنا بطبيعتهم بيحبوا المشاكل، مدمنين مشاكل، فهم بيدوروا عليكي عشان بس تسحبي منهم الطاقة السلبية، يلاقوا بس مكان يرموا فيه مشاعرهم مش اكتر. مش هما مش عايزين حلول. طب انت ليه اصلا بتعملي كده؟ عشان فعلا بتحبيهم، ولا عشان في جزء من جواكي بيحس بقيمته لما تلاقي الناس بتحكي لك مشاكلها؟ اصل انت لما تفضلي غيرك عن نفسك انت بتبعتي رسالة واضحة وصريحة لعقلك الباطن، بتوصل انك بتقولي لنفسك انا مش مهمه ومشاعري تيجي في مركز التاني، وفي ناس كتير اولى بحاجات كتير جدا مني. تترجم كده جواكي. فمع الوقت عقلك بيصدق ده والناس كمان بتصدق ده، فيبداوا يتعاملوا معاكي على انك مضمونه وموجوده دايما مهما حصل. فخلي بالك ان كل مره بتقولي فيها ماشي وعلى حاجه انت كنت عايز تقولي لا عليها لا، انت في جزء من روحك بيطفي. فالضغط ده مش بيروح في الهواء، ده بيتخزن في جسمك. يعني عارفه في ناس بيبقى عندها صداع من غير سبب، شده في كتفهم، توتر بيجي فجأة من غير أي أسباب. كل دي رسائل من عقلك بتقولك إنها شايلة حمل مش حملها. وفي حاجة اسمها الاحتراق النفسي، البيرن اوت، ودي حاجة مش بتيجي مرة واحدة، دي بتيجي ماشي ورا ماشي. تبقى الحاجات دي غصب عنك، لو انت بتوافقي على حاجات انت مش عايزه توافقي عليها. ففجأة هتلاقي نفسك حرفيا كرهتي كل الناس وما بقيتيش طايقة تسمعي صوت حد. عارفة ليه؟ عشان انت استخدمتي مخزون الطاقة والصبر اللي عندك على معارك مش بتاعتك اصلا. فافتكري دايما ان راحتك ونفسك هما رأس مالك، لو ضاعوا مفيش حد من اللي جيتي على نفسك عشانهم هيديك جرام واحد من راحته. بصي، الناس مش وحشين بالفطرة، لكن البشر بطبعهم بيتعودوا. لو انت عودتيهم انك الشخص اللي بيشيل الشيلة، اللي بيسهر يخلص شغل غيره، اللي بيصالح وهو مش غلطان، هيتعودوا على ده وهيتعاملوا معاه كأنه حق مكتسب. ويوم ما تقرري انك تاخدي موقف او تقولي انك تعبانة، هيستغربوا وهيتهموكي انك انانية او انك اتغيرتي. بس في الحقيقة انك انت متغيرتيش، لكن الصدمة بتيجي عشان انت اللي رسمتي الصورة دي من الاول، وانت اللي سمحتي بتجاوز الحدود. محدش هيقدر حدودك لو انت نفسك مش مقدراها. طيب ازاي نتعامل مع ده ونوقف ده؟ هقولك بالظبط، هما 3 حاجات امشي عليهم يمكن يفرقوا معاكي. اول حاجه، امشي بمبدأ المعامله بالمثل. وعلى فكره دي حمايه نفسيه ليكي. بلاش تبقي انت مثلا بتدي 100 واللي قدام بيدي 10، يعني وقفي حالا. يعني بلاش تبقي انت الشخص اللي دايما بيقدم اكتر، ان مش اي حد هيقدر ده، وغالبا ما فيش حد قوي هيقدر ده. ويوم ما تدي 80% اللي قدامك هيتضايق. فبلاش تبقي انت الشخص اللي دايما بيقدم اكتر ويقدم اقصى حاجه عنده. بلاش تعملي كده خالص، مش حد يستاهل حرفيا. تاني حاجه، اعتذري ما يؤذيكي. في مكالمه، في خروجه، في اي حاجه هتعكنن عليكي بلاشها خالص. اي حاجه هتقلب لك مودك، هتتعب لك اعصابك، بلاشها. يعني خلي دايما في دماغك كلمه نفسي اولا. طبعا الكلمه تبان انها متكرره كتير جدا وكلمه ما خلاص بقى، بس لا بجد هي كلمه مهمه ودي نجاتك حرفيا. يعني اوعي تيجي على نفسك عشان خاطر حد. 3 وهي اخر حاجه، امشي بقاعده ال 24 ساعه. حد طلب منك طلب والطلب ده ضغط عليكي، مثلا انت عايز تفكري شوفي عايزه اعمل الطلب ده ولا لا، قولي اللي قدامك هفكر وارد عليك. قولي مثلا معاكي 24 ساعه، فكري في 24 ساعه، معاكي يوم تفكري فيه. شوفي انت فعلا عايزه تعملي الحاجه دي ولا خايفه تقولي لا. لو لقيتي نفسك مش عايزه تعملي الحاجه دي تعمليهاش، سهله. بس خلاص، قولي اللي قدامك والله حاجه دي مش مناسبه بالنسبه لي والله، ودي مش انانيه منك. انا حاجه دي مش مناسبه بالنسبه لي اعملها غصب عني ليه؟ حاجه مش هتفيدني ومش عايزاها، بس خلاص بلاها خالص. ففي الاخر عايز اقولك ان العمر بيجري، وفي الاخر محدش هياخد جايزه اكتر واحده جت على نفسها، تمام؟
ففي سؤال لازم تجاوبي عليه بكل صراحه، وتسالي نفسك السؤال ده: انتي لو سبتي الناس تخلص لك طاقتك هيفضل لنفسك ايه ليكي؟ فما تعيشيش دور الاحتياطي في حياه ناس انتي حطاهم اساسي. يعني انتي حرفيا لو هم شافوا حياتهم من غيرك، حياتهم هتمشي عادي وتكمل، هم مش هيقفوا على الحاجه اللي انتي هتعملها لهم. حرفيا الحياه متقفش على حد. لكن انتي لو ضيعتي حياتك كلها عشانهم، مفيش حياه تانية هتيجي تعوضك. ففي الاخر عايزه اقولك حاجه: بلاش تعيشي دور الضحيه طول الوقت، مش هتستفيدي حاجه. وما تستنيش بكره عشان تحبي نفسك وتقدريها، لان بكره ده ممكن يجي وانتي روحك مطفيه خالص. وبالمناسبه اللي ما يعرفش يعني ايه روحك اتطفت، دي حاجه كويسه ما تعرفوهاش. بجد حاجه كويسه انكم ما تعرفوش يعني ايه اصلا، ان دي حاجه ما تعرفش، حاجه بتتحس. فبلاش تحسوا بده وبلاش تعرفوا ده. ففوق لنفسك كده وحبي نفسك وقدريها واعملي اي حاجه عشان خاطرها. واعرفي ان راحتك دي حقك اللي مسموح لك تعملي اي حاجه وتحاربي عشان خاطره بس. تمام. وافتكري كويس قوي الجمله دي: اللي يزعله انك بقيتي بتهتمي بنفسك ده اكتر حد كان مبسوط وانتي بتظلميها. فاعرفي كويس قوي برضو مين في حياتك. بس كده كلامي خلص لحد هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وبالمناسبه انا الدقيقه اللي فاتت ما كنتش متعصبه عليكم، انا ساعات بتكلم اللي هو جامد كده، انا ساعات طريقه كلامي بتبقى كده، فده عادي، ما كنتش متعصبه عليكم. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان خاطر توصل لكم الفيديوهات الجديده. عامله لكم فيديوهات جديده ان شاء الله هتعجبكم وحلوه، يعني عايزاكم تتفرجوا عليها بجد انها هتعجبكم ان شاء الله. وخلاص كلامي خلص لحد هنا. بحبكم جدا، واعملوا سبسكرايب عشان خاطر مش هنفضل في الرقم العبيط الموجود ده كتير، يعني نكبر القناه شويه بقى. بس انا بحبكم، يعني هو رقم صغير بس انا بحبه جدا. انا بحب كل الناس اللي عامله سبسكرايب دي. انتوا كده بس كده. بحبكم. باي باي.